إذا كانت المادة لديها تقويم كتابي مثل اللغة العربية واللغات الأجنبية، يحسب معدلها كالتالي: معدل التقويم المستمر زائد علامة التعبير الشفوي زائد علامة الفرض زائد علامة الاختبار على 40. المجموع يقسم 5. أما إذا كانت مادة فيها الأعمال التطبيقية كفيزياء وعلوم، فالمعدل يحسب كالتالي: علامة التقويم المستمر زائد علامة الفرض زائد علامة الأعمال التطبيقية زائد علامة الاختبار على 40. المجموع يقسم 5. أما إذا كانت المادة ليست لديها تقييم شفوي وأعمال تطبيقية، فالمعدل يحسب كالتالي. وهذه للمواد مثل الرياضيات والتربية الإسلامية: علامة التقويم المستمر زائد علامة الفروض زائد علامة الاختبار على 40. المجموع يقسم 4. كذلك التلاميذ عنده نقطة تثمين المشاريع على 20 تمنح له ما فوق 20، ونقطة تثمين المطالعة على 20 يعطيها الأستاذ له تمنح له ما فاق 20. وأخيراً يحسب المعدل الفصلي كالتالي: مجموع المعدلات الفصلية للمواد تايمز معاملاتها زائد ما فاق 10 نقاط من علامة المشاريع زائد ما فاق 10 نقاط من علامة المطالعة. الكل يقسم مجموع المعاملات